خطف الدولي المغربي الشاب حمزة يقمان الأضواء في أولى مبارياته مع نادي ليل الفرنسية بعدما تمكن من تسجيل هدفين رائعين. نعم، وداخل أروقة مستودع الملابس لقطة رائعة جدا تضيف بعدا جديدا لشخصيته وعلاقته بزملائه المغاربة الجدد أيوب بوعدي وكذلك أسامة الصحراوي. نعم، يقمان التي تحدث بلغة فرنسية عفوية فاجأ الجميع، وظهر مواطنه أسامة الصحراوي وهو يمازح المدرب أمام زملائه مشيرا بابتسامة عفوية إلى أن إيجامان لا يوجد الفرنسية. هذه الدعابة المرحة أظهرت التناغم الكبير بين اللاعبين، وأكدت أن الصحراوي سيكون سندا ودعامة قوية لزميله المغربي من أجل التأقلم السريع في أجواء الكرة الفرنسية. نعم، اللقطة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ التقطت الكاميرات أيضا صورة للنجم المغربي الآخر أيوب بوعدي وهو يبتسم بدوره في لحظة مليئة بالانسجام، في إشارة واضحة إلى الأجواء الإيجابية التي يعيشها اللاعبون المغاربة داخل الفريق.